السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. والوصفه تاع اليوم رايحه تكون شطيط اللحم مع خبز الكوشه. وقبل ما نبدا الوصفه ما نساوش نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وقبل ما نبداو، اللي عجبتها الوصفات ما تنساش دير جيم ودير اشتراك. كما راكم تشوفوا هنايا الخبز جا خفيف وخامر كما راكم تشوفوا. هنا نبداو في طريقه التحضير. عندي كاس سميد رطب، الكاس الثاني والكاس الثالث والكاس الرابع نديرو فرينة. نجيب مغرف كبيرة ممسوحة تاع خميرة الخبز، زدت لها نص مغرف كبيرة تاع سكر، نخلطهم. وهنا درت فراغ باش نحط فيه الملح، وهنا الملح حسب الحاجة. أنا درت أقل من نصف ملعقة كبيرة تاع ملح. هنا نزيد تقريبا مغرف صغيرة تاع سانوج، مغرف صغيرة تاع جلجلان. ودركا نبدا نشمخ في الملح، نحاول نذوبو شوية باش نبدا نخلط في هذاك الدقيق. دائما نشمخو السميد تاعنا بشوية. وفي الوقت اللي نشمخ فيه راني نلم فيه بهذه الطريقة حتى نشوف الحبيبات تاع الدقيق تاعي كامل تشربت الماء. وهنا السميد دائما نشمخوه بشوية باش نبدا نحلو فيه. هنا نبقى ندلك فيه وبعد نبدا نعرك. وهنا كل مرة نبقى نزيد في الماء بشوية حتى تتلم معايا العجينة وتولي عجينة طرية. هنا دائما نرشو بشوية ونعجنو وندلكو كما راكم تشوفوا. هنا نبقى نلم فيه بالماء باش يعطينا نتيجة مليحة. انا الكمية تاع الدقيق اللي درتها والفارينة عطاتني 2 خبزات كبار، يعني اللي حبت ديرهم صغار قاعدين يجوك حتى 3 خبزات متوسطين. دوكا نضربها شوية بيدي بهذه الطريقة. وهنا نحاول باش ما نجريهاش بزاف باش نقدر نتحكم فيها كي يكون رايحة نقرصها، يعني كي يكون رايحة نديرها في الدقيق. كاين وين ينطلق لنا العجين ما نقدروش نتحكموا في الخبزة كي نجو نرفدوها. وهذه نصيحة للمبتدئات اللي عمرهم ما عجنوا الخبز. دوكا راني نشوف في العجين تاعي راهو هذا هو العجين تاعنا. كي نديرو صبعنا ما يلصقش. دوكا نغطيها ونخليها تخمر. دوكا نجوز للشطيطحة. عندي كمية تاع اللحم بقري، عندي بصلة صغيرة تقريبا 2 مغارف كبار تاع بصل، عندي 4 سنات ثوم وحميصة. دوكا ندير لا كوكوط، نديرلها شوية سمن شوية زيت. السمن هنا درت مغرف صغيرة تاع سمن، والزيت درت كمية مليحة يعني قيس القاع تاع الكوكوط. حطيت اللحم حطيته تحمر شوية، نخليه ياخذ هذيك التحميرة. وهنا اللحم تقدري ديري بقري تقدري ديري غنمي. نزيد هذيك الكمية تاع البصل والثوم نقليهم مع اللحم.
هنا نجيب تقريبا نصف ملعقة كبيرة تاع كري، ندير شوية فلفل كحل، ربع ملعقة كبيرة تاع فلفل كحل، والملح، ونزيد لها تقريبا بول تاع حميصة مع نص عود تاع قرفة. هنا في الوقت اللي حطيت الحميصة نبدا نمرق. هنا استعملت الماء سخون حتى يتغطى كامل هذاك اللحم من الفوق. هنايا بعد اللي خمرت العجينة تاعي نحاول نديغازيها غير شوية شوية، ما نخرجلهاش كامل هذوك الخمائر. نجيب شوية ماء ونجيب شوية دقيق رطب. قسمت العجينة على 2 كيما تقدروا تقسموها على 3. جبت سنيوة نحط العجينة فوق الدقيق، نقرصها بهذه الطريقة حتى نشوفها تغلفت كامل بهذاك الدقيق. نرفدها، ندير شوية دقيق في السنيوة ونحط الخبزة. نجيب السنيوة نحطها بجيه، نخليها تريح دقيقتين ولا قيس ما نكمل الخبزة الثانية نديرها في السنيوة. من بعد نحل العجينة كما راكم تشوفوا. انا حطيتها بجيه، نشد العجينة الثانية نقرصها ونحطها في سنيوتها. طريقة سهلة. دركا بعد اللي كملت قرصت الخبزة الثانية نحطها في السنيوة، ومن بعد ندور للسنيوة الأولى اللي كنت قرصتها نبدأ نحل فيها بيدي بهذه الطريقة. اللي تحب الخبز تاعها يجي خشين تخليها شوية طالعة تقريبا 2 سنتيمتر، واللي تحب الخبز تاعها يجي هابط شوية كيما نقولوا ما تكونش فيه اللبابة ديرها تقريبا 1 سنتيم. كيما انا عندي في الدار ما يحبوش اللبابة في الخبز. هنا بعد اللي حليتها وخلاص كملت حليتها باش نحطها تخمر، نزيد نرشها من الفوق بشوية دقيق ونحطها تخمر. كي نشوفها خمرت تضاعف الحجم تاعها نكون شعلت الفرن ب10 دقائق مقبل. لازم يكون الفرن سخون باش يجي الخبز خامر ومحمر. لو كان جوز الشطيطحة كي نشوفها طابت لحم تخلو الطياب نزيد لها ربع ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، نحرحرها في شوية ماء، نخليها طيب 2 دقائق ولا 3 ونطفي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.